تصاعدت حدة الجدل بين الإعلامية هالة سرحان والمغنية المغربية بسمة بواسيل بعد أن شنت والدة الأخيرة هجوماً لاذعاً على سرحان متهمة إياها بالإساءة لابنتها وللمرأة المغربية. جاء ذلك بعد أن دافعت هالة سرحان عن الفنان تامر حسني في أعقاب تصريحات سلبية أطلقتها بسمة بواسيل عنه، خاصة بعد طلاقهما. ونشرت والدة بسمة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً شديد اللهجة قالت فيه: إلى من تجرأت وتدعى هالة سرحان التي أسأت للإعلام وللأخلاق معاً، بصفة منحتك الحق أن تهاجمي ابنتي وبنات وطني دون ردع أو خوف قبل أن تلقي سهامك نحو الآخرين. انظري إلى جراحك أولاً، بلدنا منبع العزة والكرامة، موطن الملوك والأميرات، مهد الأحرار ومشرق القيم. وأضافت مؤكدة فخرها بابنتها: أما ابنتي فهي مثال الفخر، مثقفة، رائدة، طبيبة تحيي الأمل، ما لا يدركه جهلك يا من تنكرين قيمة الإنسان. ويأتي هذا الهجوم بعد أن خرجت بسمة بوسيل في تصريحات انتقدت فيها تامر حسني، الأمر الذي دفع هالة سرحان إلى التدخل والدفاع عن حسني، معتبرة أن الهجوم على عائلته غير مبرر. وأثار هذا التراشق الإعلامي انقساماً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد لبسمة وداعم لموقف هالة سرحان.